السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بصوا بقى، أنا قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي مش عايزاكم تتريقوا عليا ولا تقولوا عليا انت لاقية تاكلي ولا لاقية تجيبي لعيالك عشان تطلع حاجة لله أو تطلع هدوم لله. انا الهدوم دي يا جماعة كنت بفرز هدوم عيالي كده عشان اشوف الكويس منها اغسله لهم واخيطه لهم لو حاجة بسيطة يعني عشان المدارس كده. كل سنة وانتم طيبين. فدول يعني لقيتهم صغيرين خالص بتوع مواليد، يعني لأن اصغر سن عندي 3 سنين و4 سنين، دول اصغر حاجة في عيالي. فطبعا مش هيجوا في مقاسهم. فانا قلت لعيالي ايه رأيكم؟ حرام اكيد في حد يعني اكتر مننا محتاج. طالما احنا يعني الهدوم مش هتيجي مقاسكم، ايه رأيكم نفرزوهم والصالح فيهم والكويس يعني اللي يروح لصاحب نصيبه. وعيالي رحبوا بالفكرة خالص وقالوا لي يا ماما ايوه حلوة، فكرة حلوة، واحنا اللي ننزل ونودوهم للجامع او نشوفوا يعني حد من الناس اللي قاعدة كده هو معاهم عيال صغيرة ياخدوهم. قلت لهم ربنا يا ولدي انت وهو ربنا يكرمكم ويرزقكم زي ما انتوا عايزين تساعدوا الناس، بس بالله عليكم ما تتريقوا علينا وتقولوا لي انت مش لاقيه تاكلي عشان تطلع هدوم، ولا تقولوا كلمه تجرحني. انا يعني ظروفي يعني الحمد لله على كل حال، بس انا طيب ابص برضو للناس اللي زيي. ما انا بقول اكيد في حد ظروفه زي معاه مثلا عيال صغيره في السن ده مش لاقيين مثلا او مش معاهم يجيبوا لهم هدوم. فقلت يعني الواحد يكسب ثواب الحمد لله وربنا يكرم الجميع ويكرمنا يا رب. بصوا يا جماعة، الهدوم دي انتوا هتشوفوها، يعني انا الله يرحمه والدي، الله يرحمه، الهدوم دي هو اللي كان جايبها لعيالي لما كانوا صغيرين. الله يرحمه ويحسن إليه يا رب، ويرحم أمي ويحسن إليها، لأن هما اللي كانوا بيجيبوا لهم اللبس. يعني انتوا لو تلاحظوا اللبس يعني هتلاقوه حاجة حلوة خالص وكان لبس والله غالي مش رخيص. وزي ما انتوا شايفين انا مش هطلع حاجة ناقصة زرار، انا براجع معاكم اهو الزراير عشان برضو زي ما احب انا البس عيالي حاجة كويسة، غيري برضو يعني ما احبش اجرح غيري ولا يفتكر ان هي يعني يلا ان هو ياخد اي حاجة ويرضى بيها وخلاص حتى لو بايظة. لا، انا براجع معاكم حتى لو ناقص زرار مش هطلعه، لان الحاجة دي يعني لأطفال وهيظهروا وهيطلعوا بيها قدام الناس، فما ينفعش اجرحهم ولا حد يبص لهم بصة وحشة، زي ما انا محبش حد يجرح عيالي ولا يبص لهم بصة وحشة. فقلت افرزهم معاكم كده، ولو في اي ملاحظة فيهم يعني عرفوني، اكتبوا لي في التعليقات كده لو في اي حاجة فيهم مش كويسة قولولي. انا برضو حتى الكباسين بتاعه السلوبيتات بتاعه المواليد برضو لازم اراجعها، يعني لان دي حاجة يعني زي ما قلت لكم. فالحمد لله على كل حال، ربنا يرزقنا بالحلال ويوسع علينا ويوسع على غيرنا يا رب، امين يا رب. انا والله النهارده صاحيه دايخه وتعبانه خالص، يعني مش عارفة، يعني الواحد برضو زهق. بيني وبينكم يا جماعة بالله عليكم ما تفهموني غلط، أنا بحكي معاكم وبفضفض معاكم، الله يخليكم تسمعوني للآخر. آه، احنا دلوقتي علشان ما عندناش بوتاجاز مش شغال، زي ما انتوا شفتوا في الفيديوهات ان البوتاجاز بتاع صاحب الأوضة مش شغال، وانا ما عنديش حاجة ان انا يعني اعمل عليها اكل. فعلى طول احنا بناكله جبنة وعيش على طول، يا اما طعمية يا اما بطاطس لو نفسنا هفتنا على حاجة سخنة يعني، لان مش في مقدرتي. انا عيالي بيبقى نفسهم يقولوا يا ماما نفسنا تعملي لنا طبيخ، نفسنا تعملي لنا لحمة يعني، بس يعني مش في المقدرة، ربنا يفرجها ان شاء الله. فالواحد يعني والله العظيم حاسة ان جسمي ضعف من عدم الاكل الكويس، وجسم العيال ضعف وحساهم كده مش يعني مش بيثبتوا او تعبانين، مش عارفة. ساعات بأنب نفسي واقول ما هو لازم برضو الجسم محتاج غذاء ومحتاج يعني ان هم ياكلوا اكل كويس على الاقل، يعني على الاقل يعني مرتين مثلا في الشهر، مش هقول كل اسبوع مرة.
مرتين في الشهر بس. يعني انا حاسه اني ظلماهم في موضوع الاكل ده بالذات، فادعوا لي الله يكرمكم ربنا يفرج عليا عشان اوسع عليهم واجيب لهم اللي نفسهم فيه، واجيب لهم الاكل اللي نفسهم فيه. الله يبارك لكم يا رب، الله يبارك لكم يا رب. انا عملت يعني بنصيحتكم وصلحت ابني الكبير، عشان لما مديت ايدي عليه امبارح لما مرضيش بالشنطة اللي يروح بيها بتاعت السنة اللي فاتت، فصلحته وقلت له يا ولدي انا عارفة ان انا باجي عليكم، معلش استحملوا، امكم في ظرف انتوا عارفينه وشفتوا اللي انا مريت بيه، وانت اكتر واحد الكبير مريت معايا بالظرف ده واللي حصل لي من بعد جدك ما توفى، فمعلش استحمل معايا شوية. فقال لي يا ماما انا يعني كان نفسي اجيب زي زمايلي حاجة جديدة واروح بيها عشان بيعايروني ويقولوا لي دي مقطوعة ودي قديمة. قلت له ان شاء الله باذن الله، والله وعد مني حتى اذا فرجت وانت في المدرسة مش هقول اني خلاص دخلت المدارس، هجيب لك برضه. فانا كده خلصت يعني فرز للهدوم والحمد لله، وان شاء الله كلهم زي الفل مفهومش عيب عشان يروحوا لاصحاب نصيبهم، وربنا يوسع علينا وعلى الجميع. بصوا بقى يا جماعة، الفتحة ده الخرم ده اللي في الحيطة كل ما اجي اسده الاقيه اتكل تاني، كأن في حاجة هي اللي بتاكله وبتفتحه تاني، فمش عارفة اعمل ايه. وبيطلع علينا نمل وبيطلع علينا صراصير منه وشوف ايه. والحيطة دي القشير اللي فيها برضو بيطلع علينا صراصير. دي حتة صغيرة اللي انتوا شايفينها، لكن انا وريتكم في الفيديوهات التانية الفتحات الكبيرة اللي بتطلع علينا حشرات. فانا مش في مقدرتي اشتري مبيدات ولا اشتري حاجة، فمش عارفة ممكن اسدها بكرتونة ولا اعمل ايه، مش عارفة. الله المستعان. يا رب ادعولي كده بصلاح الحال والفرج والرزق الواسع والصحة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.